الزمالك يتعادل مع المصري في ثالث مبارياته ببطولة الكونفدرالية. طبعا يا جماعة كلنا عارفين ان الزمالك النهاردة كان عنده ماتش صعب جدا قدام المصري، وكان فيه غيابات في نادي الزمالك تتخطى ال8 غيابات. ماشي، يعني ممكن نقول ما يقارب ال10 لعيبة. تمام. بصراحة انا النهاردة ما كنتش اتمنى اكتر من التعادل. ليه؟ لان احنا ناقصين كتير قوي. تمام. وبصراحة انا ما كنتش متفائلة جدا، لان احنا عندنا ازمة كبيرة في خط النص. بس بصراحة معتمد جمال النهاردة فاجئني ان هو حاطط محمد اسماعيل في نص الملعب، وده كان شيء ايجابي منه. وبصراحة محمد اسماعيل هو المفاجأة والحاجة الحلوة الوحيدة اللي انا طلعت بيها بالمباراة بجد. يعني محمد اسماعيل النهاردة لولاه كان ممكن تحصل حاجات تانية. مش بس محمد اسماعيل النهاردة، عواد النهاردة انقذ نادي الزمالك ب3 تصديات خطيرة جدا. اولهم كان تصدي خرافي يعني، وكانت غلطه وكانت هتدخل فينا، يعني مننا فينا، عارف انت النيران الصديقه. ايشو كان هيحط فينا جون، بس انا بشوف ان هي مش غلطه ايشو اكتر ما هي غلطه حسام عبد المجيد بصراحه. لان حسام عبد المجيد هو اللي فوتها فخبطت في ايشو، وبالتالي راحت في المقص كده. فكان عواد بصراحه يعني تصدي يعني خرافي. عواد النهارده انقذ نادي الزمالك، ودي مش اول مره. عشان كده برجع واقول لك عواد بالنسبه لي الحارس الاول لنادي الزمالك، وفارق كتير عن اي حد حواليه. تمام. طيب كابتن معتمد جمال النهارده التشكيل بتاعه ما كانش وحش وما كانش واو، يعني عنده شويه اخطاء. طب زي مين؟ يعني انا كنت بشوف وقلت انه يا جماعه شيكو بنزا بلاش، شيكو بنزا بلاش يا جماعه. شيكو بنزا حرفيا النهارده مضيع مجهود زمايله، مش لاقيه وصف تاني اقوله. شيكو بنزا ده من اللعيبه اللي مش مفهومه. عارف، هو لغز لكل الناس، حتى المعلق النهارده بيقول لك شيكو بنزا ده محيرنا كلنا. تحركاته حلوه بس الكوره في رجله بشع. تمام. يعني هو بيجري بالكوره سريع جميل قوي. طب هتعمل ايه بقى؟ ماذا بعد؟ هتديها لزميلك؟ لا، هيديها له بطريقه غلط فتتقطع. طب هياخدها هو يحاول يعدي، هيعدي من واحد وبعد كده هتتقطع. طب هيرفعها عرضيه؟ ممكن. هو فعلا بيرفعها عرضيه، بس عرضيه سيئه جدا، وبالتالي بياخدها لعيبه المصري. فالحقيقه شيكو بنزا من اللعيبه السيئه جدا في ارضيه الملعب النهارده، ومش فاهمه ايه سر احتفاظ كابتن معتمد جمال بيه في الملعب لحد الدقيقه 90 لحد المباراه ما تنتهي. مش فاهماه بجد يعني. صدمه. طيب ايه كمان؟ طبعا النهارده في لعيبه زي ما قلت كانت كويسه، من ضمنهم محمد اسماعيل ومحمد عواد. طيب مين بقى اللعيبه اللي كانت ازمه كبيره؟ عندك حسام عبد المجيد النهارده عمل غلطتين لا يغتفروا بجد، وكانوا هيكلفونا هدفين. ايشو النهارده انا مش قادره الوم ايشو، يعني انت متخيل انا مش قادره اقسو عليه، لان انا بشوف ان ايشو مظلوم جدا مع نادي الزمالك دلوقتي. هو بيلعب في مكان مش في مكانه، وما عندوش المقومات اصلا اللي تؤهله ان هو يلعب في المركز ده. وده انا قلته كتير قبل كده يا جماعه، لازم وحتما نطلع ناشئ بيلعب في المكان ده، لانه حتى هذه اللحظه بنتايك مش راجع، ومش هتقدر تكمل الموسم بفتوح. وطبعا احنا عندنا ازمه ماليه كبيره، فمش هنقدر ندفع فلوس لصفقات ونفك القيد، ده شيء بديهي جدا. وبالتالي انت لازم تصعد ناشئ من دلوقتي بيلعب في المكان ده. شوف اي واحد بقى، احلى واحد في الناشئين بقى في جميع الاعمار كده، طلعهم على الاقل يكتسب خبرات. مش هيبقى احسن حاجه دلوقتي، انا عارفه وكلنا عارفين وهنصبر عليه، بس عشان يبقى عندك حد في المكان ده، لان ايشو بجد يا جماعه ثغره كبيره، وده مش عيب في ايشو بجد، هو مش عيب فيه، بس هو لا يصلح لهذا المركز. تمام. عودا حميدا شحاته ومحمد اسماعيل في نص الملعب عاملين ثنائيه جباره عجباني قوي. كان ناقصهم بس ادم كايد النهارده، ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي، ما كانش عاجبني، مع اني كان عاجبني المباراه اللي فاتت اللي هي كانت قدام المصري برضو، بس كانت في بطوله كاس عاصمه مصر. فانا برضو اتضايقت شويه ان هو اتاخر في التبديله بتاعت ادم كايد دي، واتضايقت اكتر ان هو نزل محمد السيد. ما هو محمد السيد لوحده ما عملش حاجه، بس لما نزلت بقى احمد حمدي هتلاقي كده عملوا مع بعض ميكس حلو قوي. هتلاقي بعد ما تبديله احمد حمدي دي نزلت وخلاص بقى تحس ان نص الملعب اكتمل. هتلاقي بقى الخطوره بتاعت نادي الزمالك الحقيقيه ظهرت.
فليه بقى ما نعملش التبديلات دي من بدري؟ عشان كده بقول لك النهارده ما اقدرش اقول لك ان كابتن معتمد جمال نجح نجاح باهر، وما اقدرش اقول لك انه اخفق، لانه في بعض الحاجات هو نجح فيها وفي بعض الحاجات لا. ما ينفعش يا جماعه يبقى عندك لاعب زي احمد شريف ماشي وتلعب عليه شيكو بنزا، ما ينفعش. ليه؟ لانه بكل بساطه احمد شريف في اسوأ حالاته هو افضل كتير من شيكو بنزا. على الاقل كميه الميس باص اللي بيعملها شيكو بنزا دي مش موجوده عند احمد شريف. كمان احمد شريف بينزل يدافع وبينزل يقطع الكوره، شيكو بنزا مش بيعرف يعمل ده قوي، لانه لما حتى بينزل يقطع الكوره فهي بتتقطع منه تاني. اللي اتفرج على المباراه هيفهم انا قصدي ايه. فما ينفعش. شيكو بنزا عنده مقومات حلوه بس عنده مساوئ تانية اكتر بكتير. فيا اما انت كمدير فني تقومه او تطور من مقوماته الحلوه دي وتحاول تقلل من سلبياته، يا اما ما تلعبوش. تمام. برضو مش قادره انسى النهارده يعني بزيره. يا جماعه بزيره بجد من اللعيبه اللي انا كنت متنبئه لها بمستقبل باهر مع نادي الزمالك. ما ينفعش ابدا خالص ماشي انه يفضل يلعب حتى لو وحش، دي كارثه. تمام. انا بالنسبه لي انت ممكن تخلي ايشو يلعب مكانه عادي. في ناشئ تاني ممكن اسمه محمد حمد تقريبا، ممكن نجربه، يعني ادي لحد فرصه يمكن يمسك فيها. تمام. طيب طبعا النهارده مش قادره الوم على المهاجمين بتوعنا قوي لان ما جاتلهمش فرصه او فرص كتير، يعني زي سيف الجزيري وعدي الدباغ بصراحه. مش قادره اقول لك غير ان شيكو بنزا ده مضيع، بزيره مضيع، فبصراحه هما اللي يشيلوا الليله بالنسبه لي. بس انا بالنسبه لي التعادل يرضيني النهارده. هتقول لي انا كنت طمعانه اكسب، هقول لك انا كمان كنت طمعانه نكسب، ويعني كان ممكن نكسب فعلا. بس خلينا نكون واقعيين شويه يا جماعه. احنا عندنا حوالي 5 لعيبه من القوام الاساسي و5 لعيبه تانية دكه غايبين، من ضمنهم باك يمين الاساسي بتاعك، الباك شمال الاساسي بتاعك، مركز 6 الاساسي بتاعك. تمام. مركز 8 الاساسي بتاعك اللي هو عبد الله السعيد، حتى كمان مركز 10 الاساسي بتاعك اللي هو ناصر ماهر ده ما بيلعبش دلوقتي ومشي اصلا. فانت متخيل عندنا 5 لعيبه المفروض اساسيين مع نادي الزمالك غايبين، وفي 5 زيهم بيقعدوا احتياطي برضو غايبين. فالنهارده انا بصراحه بقول شابوه على التعادل، بس ما ننساش طبعا الفضل للعيبه اللي لعبوا كويس النهارده زي عواد، محمد اسماعيل، شحاته كان كويس، الونش كان كويس. عامه عايزه كمان اوجه التحيه لمحمد عادل، ابراهيم عادل. على فكره يا جماعه الولد ده كويس، بس النهارده يعني ايه هو غلط كام غلطه، الباص بتاعه مش مظبوط قوي، بس انا عايزه يعني ايه اديله تشجيع شويه، لانه بصراحه الولد ده بيلعب اساسي قدام المصري، فرقه تقيله في بطوله رسميه، في بطوله كونفدراليه، فموضوع صعب. بس هو النهارده كان متوازن، يعني في شيء من الاستقرار، فعجبني الاداء انه مش هايب الموقف قوي. عامه هايل. كويس كابتن معتمد جمال، اتمنى ان هو يدير المباراه القادمه افضل من كده. حلو ان احنا عملنا ايه زي بروفا كده النهارده. اظن ان انت عرفت دلوقتي مين الكويس اللي نبدا بيه المباراه القادمه ومين اللي ممكن يبقى احتياطي احسن.